هو مين الشيخ اللي كفر الشيخ كفرته؟ اسكت، مش احنا كنا ظالمينهم؟ طلعوا مش هم اللي كفروا الشيخ، ده هم اللي كرموه. كفر الشيخ زمان كان اسمها بالكامل كفر الشيخ طلحه. مين هو الشيخ طلحه؟ هو الشيخ طلحه ابن سعيد ابن مدينه التلمساني، وده كان واحد من اهم شيوخ السنه اللي جه مصر سنه 600 للهجره، واستقر في المكان ده وقتها. عاش فيه اكتر من 30 سنه، والناس هناك كانت بتحبه جدا وكانت معتبراه بركه المدينه. علشان كده لما مات زعلوا عليه قوي، حبوا يكرموه، فعملوا له ضريح باسمه في المدينه، وكمان سموا المدينه على اسمه كفر الشيخ طلحه. لحد لما جه الملك فؤاد الاول، هو كمان حب المدينه دي جدا، وقرر ان هو يغير اسمها وخلاها الفؤاديه على اسمه. لحد بعد ثوره يوليو 1952 رجعوا غيروا الاسم تاني من الفؤاديه ورجعوه للاسم القديم تاني اللي هو كفر الشيخ، بس شالوا منه طلحه للتخفيف يعني. وبكده يا صديقي بقى اسمها كفر